السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشويه على البوتاجاز من فوق على سطح البوتاجاز. مش هتشتغلي على فرن ولا هتتعبي خالص. هتبقى سهله وبسيطه وتعملي احلى فراخ مشويه بطعم وريحه جميله جدا. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعملها وتطلع معانا بالجمال والطعامه اللي انتوا شايفينها دي. عايزه اقول لكم ان الصوره ظلمها جدا، تبقى مستويه معاكي ودايبه دوب من غير بقى ما تشغلي الفرن في الجو الحر اللي احنا فيه. هتعمليها بس على البوتاجاز. تعالوا مع بعض نشوف عملناها ازاي. بجيب الجريل بتاعتي او لو عندك اي طاسة تيفال، وتبدأي كده تضيفي فيها يعني حوالي معلقتين ثلاثة كده من الزيت، ولو عندك زبدة ضيفي مكعب من الزبدة. الزبدة بتديها طراوة. مش عندك ضيفي معلقة سمنة وممكن تستكفي بالزيت. تمام كده. هبدأ انزل الفراخ بتاعتي مغسولة غسلة تمام وحلوة جدا. وعايزة اقولك اهم حاجة في ان انت تعملي فراخ، سواء مشوية مسلوقة متحمرة اي حاجة، اهم حاجة فيها ان انت تغسليها كويس. بدأت كان عندي كيس اللي هو ال11 بهار اللي هو نازل جديد في السوق من كنور. هتبدأي تضيفيه. تمام. وبدأت كمان ضفت عندي كان 7 بهارات. تمام. ودي البهارات اللي احنا عاملينها على القناة قبل كده، اللي هي عبارة عن ورق لوري وحبهان وفلفل اسود وكزبرة. كل البهارات اللي عندك بقى ضيفيها. حطيت لها برضو كان عندي ملح بفلفل ضفت لها، وكان عندي بابريكا. 7 بهارات. عندك بصل بودرة، عندك توم بودرة. ضيفي كل الحاجات دي، المنكهات دي بتديها طعم. مش عندك كل ده مفيش مشكلة خالص. دي كانت بهارات فراخ برضو لوحدها كده ضفتها. لو حابة تضيفي لها شوية كاري او كركم ضيفي، مفيش مشكلة. مش عندك كل البهارات دي ومش حابة تحطي كل البهارات دي، عادي جدا حطي ملح بفلفل. ولو عندك بهارات فراخ واستكفي بكده، مفيش اي مشكلة ان انت تضيفي حاجة تانية. بس بصراحة كل ما بنضيف منكهات او بنضيف بهارات، الحاجة بتبقى طعمها جميل جدا. عندي حوالي 3 4 بصلات، وعندي كمان اللي هو فلفل احمر رومي، وعندي 3 حبات من الطماطم. تمام. البصل انا مزوداه لان انا كنت يعني مش عامله جنبها اي اكل، هي بس كنت يعني جنبها كده شويه رز مثلا على شويه سلطات او سلطه طحينه. وكان خلاص كده اكله كامله متكامله في الصيف اللي احنا فيه ده. بقى عايزه ايه؟ تنجزي بسرعه وتخلصي. انا الوصفه دي كنت عاملاها في الشتاء اللي عدت، لسه طبعا ما كناش دخلنا في الصيف. بس حابه اقولك ان هي سهله ومنجزه، يعني ما بتاخدش وقت. وانتي واقفه كده شرحي البصل بتاعك، اعمليه شرايح. تمام. اللي هي شرايح طوليه، او زي ما تحبي التقطيعه اللي انتي حباها. وبرده الطماطم نفس الشيء، والفلفل الاحمر نفس القصه. هتبداي تقطعيهم. لو مش عندك البهارات دي كلها، في اللي هو كيس اللي هو بتاع خلطة المشاوي او خلطة الشيش طاووق، او اي خلطة جاهزة كده، عفوا بتاعت فراخ. تمام. اخدت لون معايا كده زي ما احنا شايفين. هبدأ اقلبها تمام على الناحية التانية. وهبدأ كده ايه طبعا تهدي النار بتاعتك. ويا سلام بقى، يا سلام لو عندك دبس رمان ضيفي لها معلقة دبس رمان. ولو عندك صويا صوص ضيفي معلقة. حلو الكلام. هتديكي بقى لسعة كده في الفراخ وتديكي لون للفراخ حلوة جدا. مش عندي دبس رمان، مش عندي صويا صوص، معلقة عسل نحل. مش عندك لا ده ولا ده، ممكن يعني ممكن جدا تضيفي معلقة سكر. تمام. هتديها لسعة كده حلوة وتخليها معاكي طعمها بتبقى بتنزل صوص كده مع البصل. بيدي طعم مكرمل كده ولون مكرمل للبصل. بتبقى جميلة جدا. يبقى الفراخ المشوية بتاعتنا النهاردة فراخ الحاتي، بس هنعملها على البوتاجاز من فوق بدون فرن. يعني الكفتة المشوية عملناها قبل كده بدون فرن، كانت جميلة جدا. والنهاردة عملنا الفراخ المشوية بدون فرن. فهبدأ كده هجيب كوباية مية. تمام. وابدأ اضيفها. وهبدأ اغطي على الفراخ بتاعتي واسيبها بقى كده ايه تاخد وتدي بشكل ودي. حلو الكلام. بمجرد ما بتغلي معاكي هتقولي لي طيب بالنسبه للملح، الملح زي ما انت شفتي كده. بعد ما غليت معايا اول كوبايه ضفتها، جبت حوالي نص كوبايه كده او كوبايه الا ربع، وضفت فيها الملح اللي انا حطيته ده. حطيت حوالي معلقه كبيره من الملح كده. وتبداي تسقسقي للفراخ بتاعتك. حلو الكلام. نبدا كده ايه نجيب لها ورق فويل، ونبدا كده ايه نغطيها بيها علشان بقى تستوي كده وتاخد البخار بتاعها ينزل عليها فيسويها، لان احنا كده مش هندخلها فرن ولا اي حاجه.
هنا بقى كانت غليت بقى، وبقى بدأت ايه، دخلت في الغليان. تمام. هبدأ برضو ابص عليها واشوفها الصوص بتاعها مثلا هتحتاج ميه، تحتاج كده. لو لقيتيها لسه ما استوتش ضيفي ميه عادي جدا. انا هنا كانت خلاص بقى دخلت في التسوية، فابدأ كده هاخد الصوص اللي نازل، هبدأ كده ايه اعمل بيه الفراخ، اتبل بيه الفراخ. عايزة اقولك طلعت طرية وجميلة ومش ناشفة ولا اي حاجة، ويعني حاجة كده في منتهى الجمال. بصي شايفة المعلقة بتتغرز فيها بكل سهولة او الشوكة. عايزه اديها بقى طعم المشاوي. انا هنا كنت حابه ايه ان انا اخد شويه صوص كده مكرملين، علشان يعني ايه يبقوا حلوين مع الرز. فضفت شويه ميه قبل ما اقفل عليها كده، علشان ايه يعني تنزل شويه صوص حلوين. حطيت الفحم بتاعنا على ورقه من الفويل، وهبدا كده هاخد من الصوص اللي نازل وابدا احط على الفحم. ولك ان تتخيلي بقى يا اختي الطعم والجمال، وحاجه كده تحفه جدا. يلا بقى الحقي جربيها. وكنت عامله في اليوم ده شويه محشي، يعني انا مش فاكره بصراحه الفيديوهات بصراحه انا ببقى مجهزاها تمام، بس والله الكسل بس مش اكتر ان الواحد يمنتج وكده. انما في اليوم ده واضح ان احنا كنا عاملين جنبها محشي. ما بقول لكم كانت في الشتاء بقى. تمام. انما انت عادي جدا ان انت تستخدميها في رز. انا بصراحه يعني بعملها كتير، فما انا ما كنتش بقى متذكره اليوم ده كنت عاملاها مع رز ولا مع محشي. تمام. حاجة حلوة جدا برضو ان انت تحتفظي كده بحبة شوربة حلوين عندك في الفريزر. وخصوصا فترة الشتاء، شتاء او صيف على فكرة. يعني الست الشاطرة ما ترميش حاجتها، يعني تستخدمها كده وزي كده مثلا انت عاملة فراخ مشوية وعايزة تعملي معاها محشي او حاجة، فلو عندك شوية شوربة حلوين هتعملي بيهم حبة المحشي دول. انا حطيت ورق العنب والكرنب بيومها مع بعض، فكانوا يعني في منتهى الجمال. الناس اللي هتقولي بقى ورق العنب لوحده والكرنب لوحده، يا ستي انت اعملي بقى براحتك. انا كنت حاطه الاتنين مع بعض وكانوا في منتهى الجمال. يلا بقى دوري كده على خلطة المحشي اللي احنا عاملينها على القناة. ام حمزة بتعمل خلطة المحشي باكتر من شكل واكتر من طعم. الفراخ بصوا الجمال يا بنات والعظمة. والله العظيم بجد جربيها هتدعيلي. يا رب كده الفيديو يعجبكم. اتمنى بقى ما تنسينيش لو انت وصلت معايا هنا، ما تنسينيش بقى في لايك جميل. دعوة حلوة، انزلي اعملي لي كومنت وقولي لي ان الوصفة عجبتك، وان شاء الله هتجربيها. في النهاية بقى لو عجبكم الفيديو اشوفكم ان شاء الله قريب في فيديو جديد. مع السلامة.